المشاعر والحب والحاجات دي كلها بتيجي في الاخر، مش بتيجي في الاول. مشكلتنا الكبيره جدا في العلاقات ان احنا بناخد الموضوع من ورا لقدام، مش من قدام لورا. يعني ايه؟ يعني عارفين اللي اشترى مفتاح العربيه قبل ما يشتري العربيه؟ عارفين اللي اشترى باب الشقه قبل ما يشتري الشقه؟ عارفين اللي اشترى جراب الموبايل قبل ما يشتري الموبايل؟ احنا في العلاقات عاملين كده، عايزين نحس بمشاعر ونحس بحب ونحس بحاجات جميله قوي قبل ما نعرف الطرف التاني، وقبل ما نتعرف عليه ونعرف عيوبه ونعرف الاتيتيود بتاعه ونعرف شكله عامل ازاي وتربيته عامله ازاي واخلاقه عامله ازاي. وده اللي بيبوظ او سبب فشل معظم العلاقات، وسبب ان ناس كتير جدا بتدخل في علاقات سامه، هو اننا بناخد العلاقات بتاعتنا من الافلام، بنختار شريك حياتنا من الافلام والمسلسلات اللي بنتفرج عليها. اهم حاجه عندنا المشاعر في الاول، مع ان المشاعر دي جزء من العلاقة وجزء صغير جدا، وبيجي بعد المفروض ما اتعرف على الطرف الثاني او بعد ما اعرف شريك حياتي، مش بيجي قبل ابدا. ربنا سبحانه وتعالى لما جه يتكلم عن الجواز ما قالش حب، ما قالش مشاعر، قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال مودة ورحمة وما قالش حب وما قالش مشاعر؟ لان المودة والرحمة هي بتتلخص في كلمة اخلاق. الشخص اللي عنده اخلاق وعارف ربنا كويس هيبقى عارف عنده موده ورحمه. بعد كده المفروض بيجي الحب، بعد كده المفروض بتيجي العلاقه، بعد كده المفروض بتيجي المشاعر. لكن موضوع ان احنا نحس الحاجه الاول قبل ما نشغل عقلنا ونعرف الشخص ده، احنا كده بنغرز، ولما بنغرز بنقول يا ريتنا. فقبل ما تقول يا ريتني حاول تفكر الاول ازاي اختار شريك حياتي صح. حاول يبقى عندك نضج عاطفي، حاول يبقى عندك سيلف استيم، تقدير لنفسك وتقدير لذاتك، وتعرف الشخص ده هو مين وعايز ايه وانت ناقصك ايه وايه النيدز بتاعتك او الاحتياجات بتاعتك. لازم تعرف كل الحاجات دي علشان تعرف تتعامل مع الشخص او تعرف تتعامل مع الطرف التاني. احنا مشكلتنا الكبيرة ان احنا بناخد كل حاجة من الافلام، عايزين العلاقة تبتدي زي ما بتبتدي في الفيلم وتنتهي زي ما بتنتهي في المسلسل التركي وبتنتهي في المسلسلات، ودي بتكون سبب فشل معظم العلاقات. في حاجة اسمها العقل الجمعي. احنا العقل الجمعي بتاعنا ده بيتشكل من ايه؟ بيتشكل من البيئة المجتمعية اللي احنا عايشين فيها والمسلسلات والافلام والسوشيال ميديا. فبقينا واخدين عن العلاقة السعيدة هي اللي بتبتدي بالسلو موشن والاتنين يخبطوا في بعض فالورق يقع فشعرها يطير فيبصوا في عين بعض فالمشاعر تبتدي تتفاقم فيبتدوا يحبوا بعض، فيبتدي يحارب اهله علشان خاطر يتجوزها وتبتدي هي تحارب اهلها علشان خاطر تتجوزوا، وفي الاخر الاتنين يتجوزوا ويعيشوا حياة سعيدة ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. وطبعا ده لا يمت بالواقع بصلة، لان العلاقات مش كده، والعلاقات عمرها ما كانت كده ولا هتبقى كده. العلاقات محتاجة تعب، محتاجة شقة، محتاجة ان انت تعرف شريك حياتك كويس عامل ازاي، تعرف الاتيتيود بتاعه عامل ازاي، تعرف تدير المشكلة مع شريك حياتك. غير كده فاحنا بنضحك على نفسنا.